السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد واقتراح جديد كما عودتكم دائما الجديد. اليوم جيت نشارك معكم محبوبات الجماهير اللي هي الشباكية بالحليب او لا بالشنيخة. شوفي ليا يا لاله الرطوبية والهشوشية ديالها كيفاش جات، راه جات بهاد الخويطات ديالها المذهبين، جات غزالة، كتبقى دائما اقتصادية، ما فيها كثرة مقادير، ما فيها عذاب، وكتوجد معنا فرمشة عين. ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. عندنا هنا كما كتشوفوا واحد الطنيجرة اولا كاسرول اللي كنقطعوا فيها رابعة ديال الزبدة مارغرين. غادي نضيف عليها 2 كيسان ديال الحليب. كنتو بغيتو نسموها بماء الزهر غديروا كاس ونصف ديال الحليب ونص كاس ديال الماء الزهر. غادي ندير ليها هنايا كما شفتوا رشيشه الملح وغنديرها فوق البوطه حتى كتذوب ليا ديك الزبده مزيان. بالنسبه للدقيق، هنا عندي انايا كيلو ديال الدقيق اللي غادي نسمها انا هنايا بالفاني. غادي ندير ساشي ديال الفاني وساشي ديال الخميره ديال الحلويات. تقريبا هادو هما المقادير اللي عندنا، يعني كتبقى اقتصاديه ما فيهاش كثره المقادير. غادي نجيب واحد سباتيلا اولا عود خشب اولا معلقه خشبيه وغادي نخلط بها. هنايا راني طفيت على ديك الزبده والحليب من بعد ما دابت ليا، غادي نخليها غير واحد شويه ترتاح باش ما تبقاش ليا طايبه، اما هي راه سخونه ما نقدرش هنا نقيسها بيدي مباشره. كنفرخها فوق هذا الدقيق كما كتشوفوا اللي كندير حفيره وكنفرخها بهذه الطريقه هذه. هاد الطريقه هذه راه كتجي ناجحه وكتخرج لينا العجين كيجينا ناجح وما كيعذبناش، يعني دغيا لا في التشكال لا في كلشي كيجي العجين غزال. غادي نحاول نخلطها كما كتشوفوا في المرحله الاولى غير بالسباتيلا حتى كنبدا نقيس. الا لقيت يعني ما غاديش تحرقني غادي ندير هنايا يدي وغادي نجمعها. الا درتو هاد المقادير هادو راه كيجيوكم عبار، يعني العجينه راه خصها تكون قاصحه شويه قابطه راسها، يعني ما تكونش كتلصق اولا تكون مرخوفه. ضروري تكون العجينه قابطه راسها باش كتبقى كيما نشكلوها كتبقى. هنا كنجمع العجين ديالي، وراه هذا الخليط هذا ديال السوائل راه غادي يجمع ليا العجين. انا غادي نجمع العجين قدامكم هنا كما كتشوفوا. غادي نحاول نجمعو. وهنا كما قلت لكم راه سخونه، يعني الحليب اللي ضفت ليها او الزبده راه سخانين باش كتجيني سهله. هنا غندلكها واحد الدليكه غير خفيفه كما كتشوفوا. غادي نحاول ندلكها غير دلكه خفيفه غير باش كتعطيني كما كنقولوا داك الملمس ديالها مقاد، يعني ما تبقاش هكذا حرشه كتولي هكذا مقاده. غادي ندلكها دلكه خفيفه وغادي نجمعها، وراه هي مازال غادي تبرد ومازال غادي تقبط راسها على هكذا. غادي نوريكم الشكل ديال العجين كيفاش كيكون. ها هو كيكون قابط راسو شويه، يعني واخا تلقيها بلا دقيق ما كتلصق ما حتى شي حاجه. غادي نحاول نشكلها كما غادي تشوفوا وغادي نحاول نقطعها، يعني القياس اللي غادي نبدا نورق غادي نقطعها هكذا كويرات صغار ولا متوسطين بهذا الحجم هذا. وغادي نجيب حدايا واحد الكيس بلاستيكي ونبدا نشكل فيها. انا درت هنا كيلو ديال الدقيق، نتوما الا بغيتو يعني تضاعفوا الكميه، بغيتو كميه كثيره راكم غتضاعفوا الكميه. بهذا الشكل هذا كنبدا نديرهم هكذا كويرات ونبدا نشكلهم ونحطهم حدايا حتى كيرتاحوا. غنديرهم في كيس بلاستيكي ونخليهم على ما يبردوا ويعني ويرتاحوا ويجيوني ساهلين باش انني نخدمهم. راه كتجي واحد العجين ناجح الا درتو هذه الطريقه هذه. وكما كتشوفوا ها هو العجين كيفاش كيجي. كديرهم انا على هذا الشكل هذا باش كيجيني ساهل وما كتضيع منهم حتى شي حاجه، لا في التوراق لا في التقطاع راه ما كتضيع منهم حتى شي حاجه. غادي نديرهم هكذا في كيس بلاستيكي باش ما يربيوش ليا القشره ونخليهم حتى كيبردوا. ها هي من بعد ما بردات وجمدات فيها ديك الزبده راه كتجي سهله، يعني ما واخا ما رشوش دقيق. انا هنا كندير غير الدلاك واحد شويه ديال الدقيق وكنحاول نطلقهم هكذا بالمدلك غير شويه كما كتشوفوا، لان مازال غادي نرققهم في الماكينه. هنا كنطلقهم غير باش يدوزوا ليا في الماكينه كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وهنا غنركب الماكينه ديالتي باش غادي نبدا نورقها معكم كما غادي تشوفوا. راه ما كندير لها هنا لا دقيق لا حتى شي حاجه، صافي الدقيق كنديروه غير في الاول فاش كنديرو الدلاك. وكنبدا ندوز هكذا الشريط ديالي كما كتشوفوا راه كتجي ساهله. كنبدا نورقها كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. انا كما كتشوفوا هما راه دايره اشرطه طوال، وراه كما قلت لكم راه ما كتضيع منهم حتى شي حاجه. وانتم غادي تشوفوا ملي كنبدا نقطعهم خويطات راه ما كتضيع منهم حتى شي حاجه. كنورق هكذا ندير الكميه اللي عندي. انا هنايا غنورق معكم واحد 4 ولا 5 وغادي نبدا نقطع معكم العجين باش نبدا نشكلها معكم. غير هي ما تخليوهاش هكذا العجين يعني في الهواء
باش ما تيبش ليكم، لان ملي كنورقوها راه كتولي رقيقه. انا هنايا غندير واحد 4 اولا، وغنبدا نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها. هي هنا غندوزها في الجهه الثانيه ديال الماكينه باش نخرجها كما كتشوفوا خويطات. هي كتجي ساهله، راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه. والاشريطه واخا نديروا شريط فوق شريط راه ما كيلصقوا ما والو. انا كنبقى ندير شريط وفوق شريط وما كيلصقوا ما حتى شي حاجه. هنا غادي نبقى نقطع كما كتشوفوا ونحط فوق سطح العمل حتى كندير واحد 5 ولا 4، عاد نبدا نشكلهم معكم كما غادي تشوفوا. ها هي راه كتجي ناجحه، والخويطات ديالها كيجيو على هذا الشكل هذا. هنا غادي نبدا نشكلها معكم كما كتشوفوا. بالنسبه لهكا العجين بغيتو ديروا الشريط على قدو راه كديروا تجيكم يعني كبيره وفيها الخيوط بزاف. انا كنبغيها غير هكذا صغيره، وممكن نبغيها تكون مشبكه يعني ما كنبغيش يكون فيها الخيوطات بزاف. نتوما على حسب الرغبه. كنقرصها هكذا من الوسط كما كتشوفوا، يعني غير عيني ميزاني. وغادي نبدا نحلها بهذه الطريقه هذه باش تجيني محلوله. كنحاول نحل هاد الخويطات هكذا بهذا الشكل هذا، ونقرص عليها مزيان مره اخرى باش ما تحليش في القليان. ها هي كما كتشوفوا، ونعاود نقرص عاوتاني مره اخرى. يعني كتبقى طريقه سهله كما كتشوفوا وجد مبسطه. ها هي كنحاول نحل كما كتشوفوا دوك الخويطات، وراه ما كتضيع منا حتى شي حاجه. ها نتوما شفتوا الخويطات درتهم كاملين ما ضاعت منهم حتى شي حاجه. كنبقى بحال هكاك نفس الطريقه، كنهز القياس اللي بغيت ديال الخويطات كما قلت لكم نتوما على حسب الرغبه ديالكم، واش بغيتوها تجي كبيره صغيره فيها الخيوطه بزاف فيها غير شويه، يعني على حسب الرغبه. وكنبقى هكذا نقرص من الوسط، وكنجيب موس اولا هكا جراره ونبقى نقطع بطبيعه الحال. وانا كنحل فيهم نحاول نحل هاد الخويطات بهذا الشكل هذا باش منين نديرهم يتقلاو ما يجيونيش مغمضين. راه كيبقى كل خيط بوحدو، راه ما كيجيو لا مغمضين لا ملاصقين. ها الشكل ديالها كيفاش كيجي، راه كيجيو على هذا الشكل هذا. كنبقى نشكل كما كتشوفوا. كنجيب طاوه حدايا ولا شي حاجه فاش كنحط نبقى اللي شكلتها كنحطها صافي. وهنا غنشعل على المقله ديالتي اللي دايره فيها الزيت كما كتشوفوا. العسله هو حدايا هنا في الشنب راه كتجي كما قلنا راه دغيا كتوجد. هنا كندير غير عود خشبي، انا هنا ما كندير لا فرشيطه لا حتى شي حاجه، غير عود خشبي، لان هي فيها هاد الخويطات كتجيني سهله باش كنهزها منهم وما كتهرس ما حتى شي حاجه. ونردوا بالنا من الطياب ديالها يكون غير لوين مذهب، يعني ما نحمروهاش حتى نفوتوها القياس، لان من بعد ما كنديروها في العسل راه كيبدا يتغير ليها اللون. خاصها تكون بهذا اللون ديالها هكذا مذهب. صافي من بعد ما كتسقطر هنا من العسل بغيتو تضيفوا لها نتوما زنجلان كتضيفوا ليها. انا خليتها غير هكذا سامبل باش تجيني مختلفه على الشباكيه. كتجيب هذا اللون ديالها هذا كما كتشوفوا المذهب. ها هي كما كتشوفوا راه كتخرج حتى هي هذا الكيلو راه خرجتها هو كميه تبارك الله. وكيبقى المذاق ديالها مختلف على الشباكيه. ها هي كيفاش كتجي، وكتجي بواحد القرمشه وبواحد الهشوشيه في نفس الوقت. راه كتجي زوينه وشاربه العسل، والخويطات مفارقين على بعضياتهم، وكتبقى دائما هي اقتصاديه. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم ونكون شرحت لكم بالنسبه للمبتدئات او بالنسبه للناس اللي ما عمرهم جربوها غير يزعموا عليها. راه كتبقى اقتصاديه وكتوجد معنا في وقت قصير، يعني ما كتاخذش لينا الوقت. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال اعجابكم، وكنقول لكم شكرا لكم على دعمكم ليا وعلى تتبعكم ليا. واللي انضم جديد للقناه كنقول ليه مرحبا بك، واللي معايا قديم كنقول ليه مرحبا بك. وراه الدار دارك، راه دائما كاين الجديد. الى اللقاء، مع السلامه.